ليك انت حد قال لك خش في بينهم؟ انا ما دخلتش بينهم، هم اللي دخلوني غصب عني، هم اللي اجبرونا اخش في عيشتهم زي ما اجبروا ناس كتير دخلوا في عيشتهم. واحنا عاوزين نعرف الحقيقه، هم اللي بيطلعوا يكشفوا اسرارهم بالعربي كده، هم اللي بيطلعوا بينشروا غسيلهم اللي مش هو. واحنا علينا ننقض الحاجات المهمه، نبينها، نفكر سوا. هل هو ده صح؟ هل حسن عاير اخوه؟ حسن ما يعني سمح كلام مراته وقسى على اخوه؟ قلت الجواز ومش الجواز واتجوز واحده تانية، ما هم اصلا كده كلهم. الاب متجوز قبل كده وجايب اسمه ايه، محمود، وصح جاب محمود اللي متجوز صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير يا جماعة، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ أنا جاني يعني إيه حبة تعليقات كده، يعني إيه منهم تعليقات سخيفة جدا جدا جدا، منهم تعليقات ملهاش أي لازمة، بس أنا برضو أحب أعرف تعليقاتكم، بقراها وبحب أشوف آرائكم في الموضوع اللي انا بتكلم معاه. طبعا انا بتكلم مع اخواتي، بتكلم مع امي، بتكلم مع عيالي، يعني انا مش عامله فرق اللي انا يعني ايه اللي انا بتكلم مع ناس غريبه، لا انا بتكلم مع اسره تانية ليا. طبعا يهمني ارائكم جدا 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 وما بزعلش خالص، بالعكس انتوا بتشجعوني اللي انا اوصل لقدام شويه، واكافح لحد ما اوصل اللي ربنا يعين ان شاء الله. انا اهم حاجه احنا بنجيبوا الحقيقه، هم اللي بيبينوا لنا الحقيقه مش احنا ما دخلناش في عيشتهم على فكره، لا هم اللي اجبرونا نخش في عيشتهم مش احنا. ما انا مش انت هتخش في عيشتي غصب عني لو انا سمحت لك ان انت تخش في عيشتي. هل بقى عيشتك بقى يعني صوره بس كده، انا حبيت ادخلك في عيشتي اللي هي الصوره بس كده، او انا ادخلك في عيشتي حقيقيه؟ ده حاجه بترجع لي انا مش انت، لا ما في خالص. المهم يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده موضوعنا عن محمد حوارات. طبعا انتوا شفتم الفيديو اللي هو الستوري اللي هو نزله اللي هو بيبين الحقيقه، وشفت التسجيل محمد اللي هو حمدي حوارات، وهو بيقول له ما تزعلش يا محمد، خلي بالك من شغلك. نهال هي اللي مسخنه حسن عليك، وهي اللي مولعه الدنيا نار. طبعا انتوا شفتوا التسجيل ده، ومحمد حوارات بيبين الحقيقه. بس اقول لكم على حاجه، هل هي دي الحقيقه ولا خدعه من اللي هم بيخدعوها علينا عشان احنا نصدقها ولا لا؟ اول حاجه الحاجه سعديه طلعت قبل كده مع محمد وزعلانه عشان خاطر محمد، ومتاثره بمشكله محمد جدا جدا، اللي هم الاخوات قلبوا على بعض، والاخوات اتفرقوا من بعض، والاخوات ما عادوش بيحبوا بعض. ده كلامها هي. تاني فيديو نزلت شتمت محمد ومرات محمد الاء، اللي هي بقى عامله لي السحر، اللي هي فرقت بين عيالي، اللي هي كانت داخله علينا داخله شؤم، اللي هي مش عارفه هي واهلها. القصه اللي احنا شفناها مع بعضنا. يعني انا دلوقتي عاوزه افهم، انت مع محمد يا حاجه سعديه ولا ضد محمد؟ هي مش الاء ديت يا حاجه سعديه اللي كانت بتعمل معاكي فيديوهات وكانت بتعمل معاكي تحديات اكل وما كنتيش بتسيبيها، وكنت تقولي انت حبيبتي يا الاء وانت وانت وانت؟ دلوقتي الاء بقت هي المشكله، ومحمد هو المشكله، ومحمد هو اللي خان، ومحمد هو اللي نصب، ومحمد ومحمد ومحمد. هل يا جماعه هل الكلام ده يعقل؟ حابه تكون معاهم وحابه تكون عليهم. تعالوا بقى في الجديد بقى. طبعا حسن ونهال راحوا كندا، هي كندا ولا ايه؟ المهم لحمدي عشان يشوف النونه الصغننه، ربنا يبارك له في عياله يا رب، ويكتر من عيالكم، وربنا يدي العايز يا رب، وما يحرمش حد من عياله. طبعا تنهم يلقحوا على مين بقى؟
يلقحوا على حمدي وعلى آلاء. مين ومين بقى؟ السلفتين الحلوين هناء وشيرين. وطبعا حسن بيلقح وهناء وشيرين بيلقحهم، والحاجة سعدية بتلقح بالكلام على مين؟ على حمدي، على محمد وآلاء. ومحمد طلع يبين الحقيقة للناس، اللي انا ما عملتش كده وانا ما خدتش وانا عملت، والحقيقة هتبان ان شاء الله قريب، وانا لازم ابين لكم الحقيقة عشان انا مظلوم ومراتي مظلومة. احنا بقى نصدق مين فيهم؟ محمد حوارات ولا حمدي ووفاء ولا الحاجة سعدية ولا آلاء ولا نهال؟ مش عارفة مين نصدقهم. وهل كل ده صح ولا هو يعني ده حوار من حواراتهم عشان المشاهدات؟ عشان المشاهدات. ما احنا لازم نعرف الحقيقة. ناس هتقول لي ايه؟ ايش دخلك انت؟ حد قال لك خش في بينهم؟ انا ما دخلتش بينهم، هم اللي دخلوني غصب عني، هم اللي اجبرونا اخش في عيشتهم، زي ما اجبروا ناس كتير دخلوا في عيشتهم. واحنا عاوزين نعرف الحقيقة. هم اللي بيطلعوا يكشفوا اسرارهم، بالعربي كده هم اللي بيطلعوا بينشروا غسيلهم اللي مش هو. واحنا علينا ننقض الحاجات المهمة، نبينها، نفكر سوا. هل هو ده صح؟ هل حسن عاير اخوه؟ حسن يعني سمح كلام مراته وقسى على اخوه؟ قلت الجواز ومش الجواز واتجوز واحده تانية، ما هم اصلا كده كلهم. الاب متجوز قبل كده وجايب اسمه ايه، محمود وصح، جاب محمود اللي متجوز صح، واتجوز الحاجه سعديه وجاب منها حمدي، الله ما شاء الله، وجايب منها محمد، وجايب منها حسن، وجايب الدكتور يحيى والله يرحمها ام سما، وواحده تانية يعني، والاخ الاكبر اللي هو محمود، ما هو متجوز قبل كده وجايب بنت من واحده تانية، وما ظهرتش برضو الا فين برضو، عشان بس عملت مبين مشكله، او هو عامل مشكله معاها. البنت عملت فيديو وقالت ما بيشوفناش. ده محمود يا جماعه، ده محمود، بنت محمود كبيره ما شاء الله، عندها زي 20 سنه ولا 17 سنه، ما بياكلناش، ما بيشربناش، ما بيبعتلاش مصاريف، مش عارف ايه الكلام ده. وكانت عامله قناه. طبعا الاب ما عجبوش محمود، راح خلى بنته قفلت القناه واعلنها سماحته، يعني اللي هو خدته بقى يصرف عليها. نفس الحوار محمد اتجوز وجاب بنت مش عارفه اسمها شروق ولا اسمها ايه، عندها 6 سنين ولا 7 سنين دلوقتي، وبقول لك انا ما بعرضهاش عشان البنت مش معايا، البنت مع مامتها، وما بتجينيش الا يعني ايه في الشهر مرتين حاجه زي كده. يبقى انا ما اجبرهاش ان انا اطلعها معايا على الفيديوهات عشان هي مش مستقره معايا، مش مقيمه معايا، وده عنده حق. ما نقدرش نغلط محمد في الحوارات في الحته دي بالذات. اما يكون الام معاها بنتها، صعب الاب يقول لها حتى ما بنتي اطلعها معايا. طب هيطلعها النهارده ولا بكره ولا بعده؟ ماشي. يعني الحقيقه ان شاء الله بينهم. ومحمد بيقول لك انا هبين، طبعا الحقيقه هتطلع ان شاء الله وكل حاجه هتبان. وحمد حوارات على التسجيل اللي احنا سمعناه، قالت ما تزعلش يا محمد، خلي بالك من نفسك يا محمد، وخلي بالك من شغلك يا محمد. احنا عارفين اللي آلاء هي اللي مولعه في الدنيا نار. نهال ولا ايه؟ نهال هي اللي مولعه في الدنيا نار، وهي اللي مسخنه حسن عليك. طب انا مش فاهمه برضه مش فاهمه هل هو صح الكلام ده؟ وقبل كده يا حمدي انت كنت مطلع برضه فيديو اللي انت بتهدد محمد وبتشتم محمد، وبين لنا الحقيقه، وبين لنا مش عارف ايه. والحاج جابر طلع برضه قال فيديو كويس عن محمد، ورجع قال فيديو تاني مش حلو لمحمد. معرفش. انا بقى هسيب لكم انتوا بقى الاراء ده بقى، وانتوا اللي تتكلموا فيه، وانتوا اللي تكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي هل هو ده صح اللي هم بيعملوه ده حقيقه، ولا ولا سيناريو شغالين بيه، ولا هم كل المشاهدات بس. هم المشاهدات ما بتهبطش عندهم اساسا، اللهم اكبر. يعني المشاهدات ياما، بس هم بيحبوا ايه؟ زياده، زي البحر كده ما بيحب الزياده. كل ما يلاقوا نفسهم هبطوا شويه يقوموا عاملين مشكله
عشان المشاهدات تعلى بزياده. بس مش شرط اللي انا عشان اعلي مشاهداتي اللي انا اعاير اخويا او اقلس على اخويا او اخلي مرات اخويا تقلس عليا قدام امي وقدام اخويا الكبير. ما ينفعش، ما ينفعش اصلا اللي مرات الاخ تقلس على سلفها قدام جوزها وقدام حماتها وقدام سلفها الكبير وسلفتها هناء وشيرين، ويقعدوا يقلسوا على محمد. يعني ما توصلش للدرجه اللي انا عشان المشاهدات اقوم اعدي حدودي واقلس على اخويا ومرات اخويا. وبرضه هقول لكم اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي انتوا ايه رايكم في الحدوته ديت؟ هل الحدوته ديت نصدقها ولا مش عارفه، ولا هي اشاعات ولا هي مشاهدات؟ الله اعلم. طبعا كانت حلقتنا النهارده حلوه بيكم ان شاء الله، واتمنى من ربنا ان انا فيديوهاتي تعجبكم والنقد بتاعي يعجبكم ان شاء الله، ومحدش يزعل مني. واكتبوا لي كومنت حلو منكم كده، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك. اختكم معاكم، وبحكي مع اختي وبحكي مع امي ومع اخواتي واسرتي الثانيه، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. وده كان في الدين. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد وجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع فيديو جديد.